السلام عليكم جميعا وتحيه رياضيه للجميع. اخوكم وصديقكم عثمان في مقطع جديد. في هذا المقطع الاخوان غادي نشوفوا المقاتل الذي سيواجه بدر هاري في نزاله القادم. كنا ننتظر جميعا مواجهه جيمس، لكن للاسف تم تغيير خصم بدر هاري القادم في هذا النزال. ان شاء الله انا كنوعدكم غنرجع لباريس والله العظيم غادي نعطيكم احسن ماتش اللي كاين، ولكن هذه الساعه المغرب. لكن منظمه جلوري فاجأت العالم بحضور الاسطوره المغربي بدر هاري 7 أكتوبر، لكن مع مقاتل اخر أليستون في بلغاريا. وهذه التدوينة كما أشار المقاتل جيمس في حسابه على انستغرام، وكما وضح كذلك المقاتل البريطاني جيمس ميكسويني في ندوته الصحفية الأخيرة أن منظمة جلوري وعدته بالنزال في أكتوبر أو نوفمبر، لكن للأسف تم تغيير المقاتل. ووضح كذلك المقاتل جيمس: جوزتي ستخضع لعملية جراحية فقمنا بإعادة جدولتها بالفعل، لذلك اعتقدت أن القتال سيقام في نوفمبر. لقد سمعت للتو من خلال وسائل الإعلام أنني لن أقاتل بدر وأنه سيقاتل هذا الرجل في الحلبة في أكتوبر. أحب أن أعرض الرسائل النصية التي تثبت أنه عرض علي هذا التاريخ، لكن للأسف كما أشار أنه هو يريد مواجهة بدر هاري الأسطورة. من لا يريد مواجهة هذا المقاتل المغربي بدر هاري؟ يعني بزاف ديال المقاتلين ما عرفناهم حنا حتى واجهوا المقاتل بدر هاري. ووضح كذلك رئيس منظمة جلوري أن النزال سيكون في 7 أكتوبر. وبالنسبة لبدر هاري كما أشار في تدوينته الخاصة، قال بأنه لا يهمه المقاتل الذي سيقاتل، يعني قال لك كما كان النوع ديال الخصم ديالو فمرحبا، لا يهمه اسم المقاتل.